النهاردة هنفرزن البطاطس. وطبعا البطاطس دلوقتي الموسم بتاعها وهتنفعنا جدا في رمضان. جبت بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني وتدعموني. جبت 6 كيلو بطاطس وعملتهم بطريقة جميلة جدا. اولا هتوفر لنا الوقت، وفي نفس الوقت هتساعدنا قوي 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 في رمضان. البطاطس طبعا هنجيبها اللي هي البطاطس الصحراوي دي، هنغسلها كويس. دي اهم حاجة، هنغسلها قبل طبعا ما نقشرها، نغسلها كويس. وبعد كده طبعا البطاطس تكون كبيرة كده وحلوة وتكون سليمة دايما وانتي بتشتري. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقشرها كلها. حاولي تقشريها، يعني لو قشرتيها بسكينه تبقى طلعي القشره تكون خفيفه عشان ما تهدريش البطاطسايه. قطعيها بقى بالطريقه اللي تعجبك، بس طبعا احنا هنقطعها صوابع علشان خاطر تنفع في الايه، في القلي بسرعه كده. اما تطلعي الكيس على طول تحطيه في الزيت. طبعا البطاطس ما فيش حد ما بيحبهاش. البطاطس دي ما يعني معشوقة الجماهير. فطبعا بتبقى يعني بتحل مشكله جامده جدا لو انتي مفرزناها عندك في الفريزر. طبعا انا بعد ما بتقطع وبتحطيها في ميه على طول، ويا ريت تكون الميه بملح علشان خاطر ما تغمقش، تتغسل اهي نضيفه وجميله وكلها اتقطعت. 6 كيلو طلعت كميه كبيره بصراحه. هكون مسخنه على النار ميه واسيبها لغايه اما تغلي. اول ما تغلي الميه هبدا ان انا احط البطاطس واسيبها 4 دقايق بالظبط. وطبعا هحط معلقة ملح كويسة كده معاها، وهغطي عليها واسيبها حوالي 4 دقايق. وبعد كده هبدأ ان انا اطلعها وانشلها، احطها في المصفى عشان تصفي ميتها. طبعا البطاطس دي يعني الصغير والكبير بصراحة بيحبها. وطبعا في رمضان مش بيبقى عندنا وقت، وفي نفس الوقت بعد كده هتغلى، فهي لازم نفرزنها. يعني حاولي تفرزني. في ناس بتعملها بتقليها نص قلية وبعد كده تشيلها. انا ما بعملش كده بصراحة. انا بحطها في المية المغلية 4 دقايق، وبعد كده بقى اطلعها احطها في مية ساقعة، او ما تحطيهاش في ميه ساقعه برضو ممكن براحتك. المهم هتفردي فوطه مطبخ نضيفه وهتفرديها البطاطس عليها لغايه اما تبرد خالص. وبعد ما تبرد تماما تماما هتحطيها في الاكياس بتاعتك بالكميه اللي انت تحبيها. بس عايزه اقولك البطاطس اللي تلاقيها فيها حته بني كده يا ريت تشيليها علشان متبقاش كويسه. طبعا طلعت كمية الحمد لله كبيرة، يعني 6 كيلو طلعوا كمية حلوة. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني وتدعموني. وإلى اللقاء.